أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. شايفين الفيلا اللي قدامنا دي؟ الفيلا دي اتبنت من حوالي 100 سنة، سنة 1926، ولسه محافظين عليها وشكلها الجميل المعماري كأنها لسه مبنية جديد. الفيلا دي موجودة 10 شارع البطالسة في الحي اللاتيني. تعالوا معايا علشان نعرف قصة الفيلا دي ايه. الفيلا دي صاحبها الخواجة روبير رولو، هو ابن الخواجة جياكومو رولو، واحد من أغنى أغنياء اسكندرية ومصر كلها. جاء إلى اسكندرية سنة 1870 وهو إنجليزي الجنسية. وصل اسكندرية هنا علشان يؤسس أول شركة لاستيراد أصباغ الأقمشة. في الوقت ده كانت اسمها النيلة، الصبغة دي يعني. هو وزوجته. الراجل ده اتولد سنة 1847 في إنجلترا. لما وصل اسكندرية طبعا ازدهرت كل الأعمال بتاعته، وأسس مجموعة من الشركات تعمل في مجال القطن والسكر، وكمان كان هو من مؤسسي البنك الأهلي المصري، وأيضا البنك العقاري المصري، وأسس شركة وادي كومومبو للسكر اللي هي موجودة طبعا في أسوان كلنا عارفينها، وكمان شركة أراضي الشيخ فضل. وفي سنة 1907 أسس شركة قابضة باسم جياكومو رولو وأولاده، لأن هو كان عنده 3 أولاد، واتوفى سنة 1917 باسكندرية. وابنه روبير رولو كمل مسيرة والده، وفي طبعا في الشركات بتاعته، وكان مستشار قانونيا للملك فؤاد، وأيضا كمان انتخب رئيس للجالية اليهودية في اسكندرية في عام 1938، وأيضا منح لقب فارس من ملكة إنجلترا. وفي عام 1926 أراد روبير بناء فيلا سكنية علشان يقيم فيها في الحي اللاتيني بجوار صديقه ودين جورا. ودين جورا ده الفيلا بتاعته لسه موجودة أيضا لحد دلوقتي على شارع سلطان حسين رقم 49 أمام كلية الصيدلة، الفيلا الجميلة المميزة دي. وطبعا استعان بالمهندس الفرنسي السكندري الأصل ماكس أدري، اللي هو بنى وصمم مدرسة سان مارك اللي كل الناس انبهروا بيها في الوقت ده لما اتبنت. عايزة أقول لكم إن المهندس ماكس أدري اللي بنى الفيلا دي هو حاصل على شهادة الفنون الجميلة أو المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس سنة 1918. أنا بقول لكم التواريخ وأسامي المهندسين اللي هم صمموا المباني دي علشان لما نعدي مثلا من قدام مدرسة سان مارك نقول اللي بنيها هو المهندس ماكس أدري، هو فرنساوي الجنسية ومولده اسكندرية، وكمان بنى الفيلا دي الجميلة دي. احنا دلوقتي هنعرف هي بقت ايه دلوقتي. بعد كده هاجر روبير رولو اللي هو صاحب القصر ده أو الفيلا دي إلى فرنسا في عام 1957 وتوفى هناك في فرنسا. وأيضا كمان المهندس المعماري اللي بنى الفيلا ومدرسة سان مارك سافر تاني، رجع لفرنسا وتوفى هناك بعد ما صمم حوالي 83 مبنى من أجمل المباني في القاهرة واسكندرية. وطبعا الفيلا فضلت مهجورة فترة طويلة جدا علشان مفيش حد فيها بعد ما سافر صاحبها. لكن في عام 1979 اشترت حكومة ألمانيا الاتحادية فيلا رولو وقامت بتجديدها، وتحولت إلى المركز الثقافي الألماني، أو يعني حاليا بيقولوا عليه معهد جوتا باسكندرية. طالما احنا بنتكلم على عائلة رولو، أنا هقول لكم معلومة صغيرة، إن الفيلا التانية بتاعت أخوه روبير رولو كانت في ميدان وابور المية أو ميدان أحمد زويل، اللي هي حاليا فيلا المخابرات، كانت بتاعت أخوه التاني. هما كان 3 أخوات، روبير
وانا الحقيقه مش فاكره اسم اخوهم التاني، لكن فيلا بتاعه المخابرات دي كانت بتاعه اخوهم التاني. طبعا كلنا شايفين جمال الفيلا. ده سلم داخلي او السلم بتاع الموظفين، وهنا بقى الروف بتاع الفيلا قد ايه جميل، وقد ايه المبنى من جوه حلو جدا جدا، والسلم وجمال السلم والديكور بتاعه، الحاجات دي بقالها حوالي 100 سنة. ده الروف. طبعا يعني كلهم طلبة دلوقتي حاليا اللي بيبقوا موجودين في المركز الثقافي او معهد جوتا. بصوا الروف جميل قد ايه. انا عايزه اقول حاجه بس، يعني انا ليه بصور الفيلل دي والاماكن دي؟ الحقيقه اي مكان بيأجروا مؤسسه اجنبيه، الحقيقه بيحافظوا عليه جدا جدا جدا. يعني معهد جوتا ده الحقيقه جميل جدا، والجنينه حلوه قوي من جوه، والمكان كله اكتر من رائع، ومحافظين عليه قوي، كل حاجه فيه حلوه. احنا عندنا هنا الفلل بتاع زمان والقصور حولوها المدارس واتبهدلت حاجات كتيرة جدا، نفسي يجددوها ويحافظوا عليها. ده شارع البطالسة، واللي قدامنا المركز الثقافي الروسي. الشارع الحقيقة ده كله فلل، والعماير بتاعته قديمة. وهنا من هنا كده شارع سلطان حسين، وهنا اللي جنبنا هنا فيلا جورا أو دين جورا صديقه، اللي هي على ناصية أو على شارع سلطان حسين. هي اسمها فيلا أبو الفضل حاليا، لأن الناس اللي مقيمة فيها حاليا عائلة أبو الفضل. والفيلا جميلة. طبعا يا رب المحتوى يكون عجبكم، وحد يكون استفاد بأي معلومة بسيطة أنا قلتها، وبشكركم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومكان جديد.